هو الجمال بتاعها. بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم، ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا اجمل ناس واحلى ناس؟ النهارده يومنا جميل وعسل زي حبايبي. ايه يا ماما، هي ما تعملي لنا ايه النهارده؟ بطاطا بدل ما اعملها لكم مشويه او مسلوقه او حاجه. دي طريقه جديده، في ناس تعرفها وناس ما تعرفوش. احنا بنكلمكم يا حبايبي اللي ما تعرفوش، واللي بيعرفوا عايزين يخشوا على الطريقه دي، ربما يكون في تكات جديده ممكن يستفيدوا منها. بصوا يا حبايبي، احنا بنقشر البطاطا وبنقطعها طرنشات كده متوسطه، ولا كبيره ولا صغيره، ونقوم جايين بقى ايه رصينها في الصينيه بتاعتنا كده. بسم الله توكلنا على الله. اهي طبعا بتغسليها، هنمشي مع بعض واحده واحده بعرفكم ايه الحاجات اللي بنعملها في الصينيه. احنا عملنا كله في صينيه ليه؟ عشان ولا نوسخ مواعين ولا بتاع، بدل ما انا اعمل في حله وارجع تاني بتاع، لا هي الصينيه اللي هنعمل فيها هي اللي نعمل فيها. واللي عنده صينيه تقديم بتاعت بايركس وعايز يعمل فيها ويزوق ويعمل، هي اي صينيه مش هتفرق معاك. نيجي التكه الثانيه اللي احنا نعملها، اللي احنا عليها، اللي هي ايه، 2.5 معلقة سكر نحطهم عليها كده. هي البطاطا الله اكبر مسكره اليومين دول، وكل سنه وانتم طيبين. مش محتاجه ايه سكر. دي بطاطا من اللي هي الحمراء، في بطاطا نوع تاني ايه من اللي هي البيضه. بسم الله ما شاء الله. ورشه فانيليا او فانيليا اهي، وكوبايه لبن هنسلقها فيها. ليه بقى؟ تعزز الطعم وتخليها جميله. مش هنسلقها بميه، هي كوبايه لبن، واول ما تيجي كده ايه اللي هي هتغلي غلوه، هنقوم مهدين عليها وهتستلق فيه. واول ما تستلق هوريكم بقى ايه هنعمل فيها ايه تاني، الخطوه الثانيه. هوريكم بقى بعد ما تطلع وبنهرسها، ونوريكم بقى الخطوه الثانيه اللي هنعملها فيها. بصوا يا حبايبي، دول 2 معلقة سكر في ايه على 2 كوباية لبن، 2 معلقة سكر. هي كده كده البطاطا مسكره، بس احنا عشان ايه القشطه الكدابه بتاعتنا ايه اللي بنحطها. وادي بسم الله ما شاء الله 2 معلقة نشا. بسم الله ما شاء الله، كله على البارد اهو. وادي كيس كريم شانتيه، اللي عايز يحط 2 معلقة يحط، اللي عايز يحط الكيس كله ايه يحط، ده حسب الرغبه. بس الافضل انت تحط ايه الكيس كله، بيعزز الطعم بيخليه جميل. بسم الله ما شاء الله. ندوب بقى كده ايه على البارد الاول، وبعدين نولع على الايه البوتاجاز، عشان ما تعملش تكتلات كده وتعمل معانا. وادي اللي بسم الله ما شاء الله البطاطا بتاعتنا اهي بتستلق اهي اهي، بدأ داخله على استوى اهي. كوبايه اللبن، ولو لقيتي كوبايه اللبن شربتها ومش عايزه تحطي لبن تاني، ممكن تضيفي عليها كوبايه ميه كمان، بس تحطي حبه بحبه، وهي بقى بتستوي على البخار عشان ما يبقاش فيها ايه ميه وانت ايه بتهرسيها. وتحطي كمان ايه معلقه سمنه، دي بقى بتعزز الطعم، او حته زبده. ادي اهي مدوبه اهي. هنشغل بقى عليها البوتاجاز، وهتبقى معانا احلى قشطه. دي القشطه الكدابه اللي احنا بنعملها، نحطها في الكنافه او بنحطها في حاجه ونحطها على الوش، وتطلع بقى احلى صينيه. لو ولادك ما بياكلوش البطاطا كده، هتعمل لهم مشويه او مسلوقه، هتعمل لهم بالطريقه الجديده دي، احلى طريقه. وكمان هتتعمل قطعه وتقدمها لضيوفك او تقدمها لجوزك واولادك، هتبقى احلى حاجه. اوعوا تنسوا اللايك والاشتراك والكلام الحلو، وانتوا كلكم بتكتبوا لي وبتعملوا لايكات، واللي بيخش عليا لاول مره يا ريت يشرفني ويكبر القناه بتاعتي ويخش ويشترك فيها، وتدوس على زر الجرس لاول مره يجيله كل جديد، وكل اشعار هيجيله بالفيديوهات الجديده اللي انا منزلها. بصوا يا حبايبي بقت كريم ازاي. بصوا تطلعيها كده، مش تطلعيها بقى ايه تخينه ومجعلصه كده، لا هي كده كريمي كده جميله كده اهي. بسم الله ما شاء الله. تحطي بقى تضيفي عليها بقى ايه باكل الفانيليا، يبقى يدي بقى ريحه جميله. وهتشوفوا معانا خطوه بخطوه، واللي كده اول مره يعملها يمشي مع الفيديو واحده واحده كده، وهو بيعملها ويحط المقادير بتاعته، هتطلع معاه احلى صينيه جميله، وياكلها بالف هنا وشفا يا رب. حبايبي البطاطا بتاعتنا اهي، احنا حطينا كوبايه لبن، طبعا لسه ما كانش استوت، قمنا ضايفين كوبايه ميه اللي هي الازاز برضو، اللي هي المج اللي عايرنا بيه
وحطينا حبه ميه بحبه ميه لغايه ما شربتهم، وخلاص كده معانا ايه استوت وبقت جميله اهي. بصوا اهي. نعمل ايه بقى هنا عشان نغذيها قوي يعني ونخليها جميله؟ حبه جوزة هند كده على حبه زبيب، اللي عنده يحط واللي ما عندوش ما يحطش، بس ايه هي بتدي لها جمال برضو يعني ايه كده اهي. وتقلبها ببعضها كده، بتخلي بقى الطعم الجميل بتاعها وتبقى عسل كده اهي. نيجي بقى ايه نحط حبه كمان، يلا عشان لو معانا حد حوش، يلا لو ان الوقت ده محدش بيحوش فيه خلاص بقى الحمد لله يعني. نحمد ربنا، ربنا يعين الناس كلها يا رب على اللي هي فيه، ويسترها معانا ومع ولادنا اهم شيء. بصوا خلاص اهي. هنفردها بقى ايه نسباتيلا كده اهي. بصوا يا حبايبي فردناها معانا اهي في الصينيه اهي. ادي القشطه الكدابه اللي عملناها، واللي انا بحط لكم الحاجه في صندوق الوصف، بس اللي عايز يمشي خطوه خطوه معايا برضو مفيش مشكله. احنا قلنا ايه يموت المعلم ولا يتعلم، كلنا بنتعلم من بعض، مفيش حد كبير على العلم ابدا ولا التعليم. ادي اهي بسم الله ما شاء الله اهي. بص بقى دي احلى. انت بعد كده هتقولي انا مش هاكل البطاطا بالطريقه اللي انا كنت باكلها بيها، انا هاكلها كده. احلى صينيه بطاطا اهي جميله. يا سلام بقى اما تكون الدنيا شتا كمان وتبقى طالعه بقى ايه من الفرن كده وتاكليها. بص الجمال والله، هي بتتكلم عن نفسها اهي. نيجي بقى ايه هنا عشان ندي بقى للوش تحميره، حبه سكر بسم الله ما شاء الله، سكر بودره بسم الله ما شاء الله. بصوا يا حبايبي احنا رشنا السكر اهو، وهنحطها على الشبكه تاخد وش ونسيبها تبرد بقى، وناكل احلى صينيه بطاطا في الدنيا. ما تنسوش اللايك والاشتراك لماما هيام يا حبايب ماما هيام، واللي اول مره يخش على القناه يدوس على الاشتراك ويدوس على كلمه الكل، هيجيله كل جديد في القناه دي. القناه دي قناه متميزه واجمل قناه ان شاء الله. بصوا يا حبايبي بسم الله ما شاء الله، هي تشوفوا ما طلعت معانا الله اكبر جميله ازاي. احلى تحليه واحلى صينيه بطاطا تاكليها. اللي اول مره يشوف الطريقه دي هي المفروض اللي انا اقطعها لكم ايه ما تبرد، بس انا ايه هقطع لكم حته كده تشوفوا الجمال بتاعها. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي. هي المفروض تطلع ما تبرد تمسك نفسها شويه، بس عشان حبايبي بقى ايه الجمال. بصوا حلاوه. هي المفروض بقى ايه نسيبها تبرد شويه وبعدين نقطعها. ادي الجمال بتاعها وادي الحلوه بتاعتها. واحلى حاجه معانا اوعوا بقى تنسوا اللايك والاشتراك، وابدع ناس واحلى ناس قعدوا معانا لاخر الفيديو. اوعوا ينسوا اللايك والاشتراك، ومع السلامه يا اجمل ناس في الدنيا.